السلام عليكم ورحمة الله. وليدتي، كيف راكم اليوم؟ اليوم عندنا قصة من القصص العظيمة، قصة غيرت التاريخ، قصة على واحد الراجل حيا الله به الروح البشرية ونشر به الأمن والأمان في جميع القلوب. وبلا ما نطول عليكم بزاف، أكيد عرفتوه. وكان يا ما كان وما يحلى الكلام غير بالصلاة على النبي العدنان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليدتي الزوينين اش تيقولوا؟ صلى الله عليه وسلم. مزيان. شكون وليداتي أحسن واحد في الدنيا؟ أحسن خلق الله خلقا وخلقا. اختاروا الله باش يعلمنا نفرقوا ما بين الصح والخطأ ونميزوا بين الحلال والحرام. يلا قولوا لي شكون؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح، الله اختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باش يعلمنا الأعمال الطيبة والأخلاق الجميلة ويعلمنا ديننا الإسلام. واللي يبغي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامه ويدير داكشي اللي علمه لينا ربي غيحبوا ويدخلوا الجنة. وبلا شك عارفين شنو هي الجنة؟ الجنة أوليداتي أجمل بلاصة اللي تقدر تلقى فيها أي حاجة تمنيتيها وأي حاجة انت باغيها. وشوفوا أوليداتي، مهما تخيلتوا من حاجة زوينة، الجنة فيها أحسن وأجمل وأكثر. جدي، في الألعاب والحلوى. الجنة وليدي ريان فيها الألعاب وفيها الحلويات وفيها بزاف من بزاف اللي تتمنى. حتى انا تمنيت شي حاجه ولا بغيت شي حاجه نلقاها فيها. بالطبع بنتي مها، اللي تمنات الغزاله ديال بنتي تلقاها تما. واجي نعاود لكم القصه كيفاش بدات ديال سيدنا محمد. شحال هادي في زمن سيدنا ابراهيم، وسيدنا ابراهيم هذا نبي من الانبياء، كلفوا الله باش يبني الكعبه اللي كاينه في مكه ومعاه ولده اسماعيل. سيدنا ابراهيم وهو تيبني الكعبه وقف تيدعي الله. اش قال في هذا الدعاء؟ قال: يا ربي صيفط للناس شي رسول يعلمهم الصح من الغلط ويوريهم الحلال من الحرام باش يكونوا ناس مزيانين ويديروا الخير. فالله استجاب للدعاء ديال سيدنا إبراهيم واختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يكون المعلم اللي يعلم كل الناس أوامر الله ويوريهم الدين ديالهم. إيوا وليداتي، دابا غنعرفوا كيفاش تولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن عندي سؤال لكم والوليدات اللي تيشوفوا فيا من الشاشة: شكون هو أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يلا قولوا لي. عبد الله بن عبد المطلب. صحيح. يلا شكون يجاوبني على السؤال الثاني؟ شنو سميت ماما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سميتها آمنة بنت وهب. صحيح، اسم أبو الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب، واسم ماماه آمنة بنت وهب. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاش كان فكرش ماماه، باباه عبد الله مات وما كانش شافو حيت باقي كان ما تولد. وبلا شك عارفين باللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتولد في إلى عام. تولد في عام الفيل. وشنا هو جدي عام الفيل؟ عام الفيل هو العام اللي هجم فيه واحد الراجل شرير سميتو أبراهة، بغى يهدم الكعبة بواحد الفيل كبير، ولكن الله عاقبه هو والجنود الأشرار اللي معاه وما قدرش يهرس الكعبة. صحيح ماها، سيدنا رسول الله تزاد في عام الفيل ملي ماماه ولداتو عيطات الجد ديالو. وشكون هو الجد؟ الجد ديال باباه سميتو عبد المطلب. شافو لقاه الطفل زوين بزاف، وماماه قالت لجدو: فاش كنت الناس كنت نحلم باللي واحد النور تيخرج من الجسم ديالي وتينور الدنيا كامله. جدو فرح بزاف وحس باللي هذا الطفل ماشي طفل عادي، وانه ملي غادي يكبر غادي ينور الدنيا كامله بالخير. جدو قال: غنسميه محمد. قالوا ليه الناس: علاش غتسميه محمد؟ قال لهم: حيت بغيت الله يحبه والناس في الارض تحبه وتحب اخلاقه. فاللهم صل على سيدنا محمد. ونحبسوا اليوم وليداتي حتى نكملوا سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بعد. والسلام عليكم.